وقاعد كده صايم بقى مستني المدفع، وقاعد فاتح الراديو اسمع 2:10 قطع الارسال والبيان الاول. خلاص يعني الواحد قام يعني نفسه بقى ان فعلا يكون حقيقي. شريف عارف مصر، صفحات يقلبها معكم الكاتب الصحفي شريف عارف. ويعني ده اللي هيرجع لنا روحنا مرة تانية. وفعلا قمت بدأت بقى، كان وقتها اكتشفنا محطة إذاعة أجنبية جديدة اللي هي مونت كارلو العربية، وكانت بتغطي تغطية محايدة إلى حد كبير جدا للأخبار. فكنا نسمع الراديو والتلفزيون المصري ونسمع مونت كارلو، فنلاقي ان فعلا القوات المصريه بتعبر طبعا البيان الاول كان محطوط بصيغه كأن بدأ العدوان علينا واحنا بنرد. وطبعا بقى الواحد جاب الاطلس وفتح الخرايط ووصلنا هنا فيحط علامه هنا، وصلنا هنا. طبعا كانت ايام يعني لاول مره بتحس من يونيو 67 ان روحك بترجع لك، انك بتاخد نفسك، ان في حاجه ممكن تغير المأساة اللي كنا عايشين فيها. بالتأكيد 6 أكتوبر عمل عظيم جدا ويحسب للرئيس السادات بلا شك. طبعا عمل الجيش المصري كله، لكن يعني في القيادة السياسية اللي بتاخد قرار الحرب في لحظة لو ما حصلش الانتصار نتائجها بالنسبة له كانت هتبقى كارثية. أكيد هو قرار شجاع جدا. شريف عارف مصر، صفحات يقلبها معكم الكاتب الصحفي شريف عارف.